الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. أهلا وسهلا بكم أجمل متابعين في الدنيا. أهلا ومرحبا بكم. ربنا يسعد كل أوقاتكم يا رب. النهاردة صنفنا سهل وبسيط وكلنا بنعمله باستمرار وعملناه أكتر من مرة مع بعض في القناة، ولكن أنا حابة أن أنا أدردش معاكم في حاجات مهمة جدا في حلقتنا النهاردة. الصنف بتاعنا ببساطة شديدة هو عبارة عن السمك البلطي، معمول بطريقة صحية، ما فيهوش دهون، ما فيش زيوت، ما فيش دخان، ما فيش شوي، ما فيش فرن، ما فيش الكلام ده كله، مع الرز البني وطبق من السلطة الخضراء. وكده نكون عملنا وجبة غذائية قيمتها الغذائية عالية وسعرها نوعا ما معقول مقارنة بأسعار البروتين الأخرى زي اللحوم والطيور اللي ارتفعت أسعارها لدرجة كبيرة جدا. طيب خلينا نقول هنا هوت إنه أنا عايزة أقولك إنه لا قيمة لآراء الناس ما دامت أفعالك بتمنحك ضميرا مريحا. طالما ضميرك مرتاح انك للي بتعمليه وان انت بتتقي الله في كل اقوالك وافعالك، فلازم يكون ضميرك مرتاح وما ما يفرقش معاك راي الناس، لا بيقدم ولا بيأخر. طيب برضو بنقول ان جبران خليل جبران بيقول ان لم تستطع النطق بما هو جميل فصمتك اجمل. يبقى افضل خير الكلام ما قل ودل، يا اما الصمت اذا كان السكوت من اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. طيب انا عايزه اقول لك هنا عندنا حاجه اسمها مفاتيح الفرج العشرة. ايه هي المفاتيح دهيت؟ طبعا الاخت اللي معانا هنا في الفيديو قطعت حبة كبيرة من الطماطم مع قرنين من الفلفل الحامي او البارد اللي متوفر عندك، مع شوية من الكزبرة الخضراء والبقدونس، مع بقى الايه الملح وفلفل وكمون وعصير ليمون وخل وشوية زيت صغيرين، معلقة كده ولا حاجة. وتبلي بقى ايه السمك القمر بتاعك دوت. هو الطريقه بتاعت النهارده بتجمع ما بين الشوي والصينيه، يعني طريقه حلوه قوي وطعمه جميل جدا. جربي بالطريقه دي هتلاقيها سهله وبسيطه، مش هتاخد من في ايدك 10 دقائق ربع ساعه بالكتير تكوني مجهزه وجبه ايه الغداء. استسهلي انك تعملي وجبات قيمتها الغذائيه عاليه، سهله عليكي، مريحه، بتوفر في وقتك وجهدك، وكمان بتدي قيمه غذائيه حلوه قوي لافراد الاسره. طيب تعالوا نشوف ايه هي مفاتيح الفرج العشرة. المفتاح الاولاني، بس قبل ما اكلمك فيهم حط اللايك يا جميله، وتعليقك الحلو اكيد بيسعدني، واشتراكك في قناتي ده تشريف ليا. المفتاح الاولاني هي سوره الفاتحه. طبعا كلنا عارفينها وحافظينها، بسم الله ما شاء الله، دايما نكررها. وبنقول المفتاح الثاني الله ربي ولا أشرك به شيئا. المفتاح الثالث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ودي كلمة ذي النون وهو في بطن الحوت. الرابع، المفتاح الرابع حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أذانا، في كل من ظلمنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ان دي ما تعتبرش دعوة ولكنها توكيل منك لرب العباد، بترفعي فيه كل ملفاتك من الأرض إلى السماء، ومدية أمانك لربنا سبحانه وتعالى، ثقتك فيه كبيرة. طبعا مؤمنة بأن ربنا سبحانه وتعالى بيجيب لك حقك، مؤمنة بعدل ربنا سبحانه وتعالى. اللي بيوكل محامي في قضية بيكون مطمن، اللي عنده أب بيكون مطمن، فما بالك اللي عنده رب وهو كفيل فيه ويتولاه. اللهم تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وعافنا فيمن عافيت. المفتاح الخامس لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ودي كنز من كنوز الجنة. المفتاح السادس كثرة الاستغفار، ودي بتجعلك من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج. وطبعا ويرزقك الله من حيث لا تحتسب. المفتاح السابع، طبعا هنا جهزنا الصينيه بتاعتنا وبدأنا هنا نحطها ونغطيها بغطا او باي حاجه عندك، وبعد كده بتسيبيها هنا بقى هنعمل شويه الرز. بنشوح الاول بصلايه كده، لما تاخد اللون البني بنحط عليها بقى الكمون والفلفل بتاعنا، وبنبدأ هنا ننزل عليها فصين من الثوم الصغيرين، وبعد كده بننزل عليها الرز ونقلب كويس قوي، وبعد كده نحط الميه المغليه بتاعتنا. طيب المفتاح السابع هو لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. والمفتاح الثامن اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. والمفتاح التاسع يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث.
والمفتاح العاشر والأخير: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، واصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هنا بنقول انه في ورد كده اسمه ورد البسملة، اللي هو بتقولي فيه: اللهم إني أسألك بحق بسم الله الرحمن الرحيم، وبحرمة وبفضل وبجلالي وبكمالي وبمنزلتي وبجبروتي وبسناء وبكرامة وببركة وبقدرة وبعزة وبسلطان وببهاء وبكبرياء وبملكوت وبهيبة وبجمال وبعظمة بسم الله الرحمن الرحيم. أتمنى أن أنا أكون بقدر أقدم لك يعني حاجة بفيد نفسي وبفيدك، أو بذكر نفسي وبذكرك. ربنا يا رب يجعلنا من الذين رضي الله عنهم فأرضاهم وأبهرهم بعطائه. ربنا يا رب يدينا ويعطينا حتى يرضينا عطاء يتعجب له، أو يجبرنا جبرا يتعجب له أهل السماوات والأرض. اللهم بحق سورة ياسين وبحق من أنزلها وبحق من نزل بها وبحق من أنزلت عليه، أن تفرج همومنا وتشرح صدورنا وتوسع أرزاقنا وتستر عيوبنا وتحفظنا من بين أيدينا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وارزقنا السعادة بالدارين في الدنيا والآخرة، واجعلنا من الموحدين بكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، أتمنى أن أكون بيكون ضيفة خفيفة عليكم وعلى قلوبكم. أتمنى أن أكون بقدر أفيدك بمعلومة ولو بسيطة بذكر نفسي بيها وبذكرك كمان. بحس أن أنا ببقى سعيدة لما بلتقي فيكم في حلقة أو في فيديو. الهدف منه مش بس الطبخ أو إعداد وجبة غذائية أو صنف غذائي أو غدا أو فطار أو عشاء أو أي حاجة وبس، لا، ده الهدف منه كمان إن أنا بدردش معاكم، بستعيد معلوماتي سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو أسرية أو دينية أو ثقافية أو أيا كانت يعني. فبتمنى منكم طيب المتابعة ووضع اللايك على الفيديو، لأنه ده اللي بيساعد على انتشاره أكبر فئة من الناس بتسمعه. واعرفي ان المشاهدة الصامتة او انك تبص في الفيديو لحظة وتطلعي، ده بيقتل المحتوى الجيد، وده بيهبط تعبنا او بيخسف بتعبنا الارض ومجهودنا وطاقتنا وباقات النت كمان اللي بنضيعها وبنصرف عليها، وجهدنا قبل اي حاجة، ونفسيتنا اللي بتتدمر لما بتحس انك بتقدمي وما بتلاقيش حتى، يعني انا مش عايزة مقابل، ولكن هو تشجيع مش اكتر. عارفين لما طفل او طالب يجاوب والمس او الاستاذه او الاستاذ او المستر يقول له مثلا يعطيك العافيه، جزاك الله كل خير، برافو، سقفوا له، بتبقى تشجيع او دفع عليكي. فبتمنى انكم تشجعوني باللايك وبالكلمه الطيبه، تعليقاتكم الحلوه بتسعدني، انتوا اسرتي الكبيره. بارك الله لي فيكم واسعدكم يا رب. هنا بنكون قدمنا الصنف بتاعنا، استوى السمك ما بياخدش 10 دقايق بالظبط. عارفين انه الاسماك بشكل عام سريعه في نضجها. وعملنا احلى طبق رز بني بالشكل القمر ده، بس انا مش بحب اغمق البصل قوي عشان بيعمل حموضه شديده. عايزه اقول لك انك بتضيفي معلقه صغيره من السكر على البصل بتاع الرز عشان ما يديكيش نوع من الحموضه اثناء الاكل يعني. وادي احلى صينيه سمك بالليمون وبالكزبره الخضراء وبالبقدونس وبالتوابل القمر، صحيه جدا، ني في ني، ولكنها معموله بطريقه حلوه قوي، التتبيله بتاعتها قمر. واجمل امنياتي ليكم بدوام الصحه والسعاده. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.